يلا بينا نحكي الجواز للمستقرين. يعني ايه معنى الجملة دي؟ بنسمع كتير من امهاتنا الطيبين عايزين نجوزه علشان يشيل المسؤولية، عايزين نجوزها علشان تعب، عايزين نجوزهم علشان نفرح بيهم ونخلص بقى منهم. احنا حقيقي بنخلص منهم بس مؤقتا، لان هما بيرجعوا لنا بمشاكل اكبر من اللي راحوا بيها بكتير جدا. الجواز للمستقرين مش اللي عايزين يستقروا. المستقر يعني ايه؟ يعني اللي فاهم يعني ايه جواز، يعني مرتاح نفسيا، يعني ما عندوش مشاكل من زمان ومش فاهمها او مش عارف هي سببها ايه. الجواز للبنى، الجواز للمستقرين نفسيا، اللي فاهمين يعني ايه مسؤولية وعارفين ان الحياة مشاركة، ان كل طرف عليه مسؤوليات، وان كل طرف لازم يحترم ويقدر التاني، يقدر مشاعره ومجهوده ويقدر تعبه وفرحه وحزنه، يقدره كله. الجواز مش واحدة تتحمل عصبيتي ولا واحدة تشيل البيت. الجواز مش واحد يتحمل نرفستي. الجواز اننا نتشارك، ان المشاعر دي ما تبقاش موجودة، ان ما يبقاش فيه ضغط، ولو كان فيه ضغط يبقى فيه ضغط يحترم، ان ما يبقاش فيه عصبية، لو بقى فيه عصبية يبقى فيه عصبية تحترم، مش عصبية للإهانة. في فرق كبير جدا من انك تكون متنرفز من حاجة او تعبان او مجهد وانك تهين اللي قدامك وحجتك معاك. انا كنت متنرفز. الجواز يعني مشاركة ورحلة، رحلة طويلة قوي بكل تفاصيلها. 2 بعد تعب وشقة اليوم والاسبوع والشهر عارفين ان هما هيقعدوا مع بعض ويتكلموا ونس، هيتبسطوا، وكل واحد فيهم هيرمي حموله على التاني والتاني هيحتويه. الجواز للمستقرين نفسيا. أرجوكم قبل ما تفكروا في الارتباط لازم تقروا ولازم تسألوا ولازم تعرفوا كويس ازاي نبني بيت. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.